إذا أنت عندك صبي لازم تعلميه هالشغلات. يعني إذا عندك صبي وطوله مترين، ما ضروري أول ما يوصل على البيت تقوم تشلحي صباطه وتعملي له أكل، وحتى تصبي له أكل بالصحن وبعد شوي بدك طعميه بإيدك. فهمنا إنه هذا ابنك وحبيبك، بس هيك يعني بتعلميه إنه ببيت مرته يتصرف نفس الشيء، ووقت ما يتجوز مثلا ما رح يقدر يعمل كاسة شاي. وتاني شي ما تسمحي له إنه مثلا يميد إيده على أخته، هيك بتكون عم بتعلميه إنه عادي إنه يحط إيده على مرة. لا مش عادي، إذا حابب يفش خلقه في الفش خلقه على زلمة قده، ما يروح الفش خلقه مثلا ببنته ولا مرته ولا أمه. وكمان علميه إنه لازم يصرف على البيت لو حتى بعده ساكن عندك، يعني ما يروح يحط مصاريه على أصحابه وشغلات بلا طعمة. وإذا ما كان عنده أصحاب كمان أحسن، لأنه الأصحاب ما بيجي وراها غير وجع الراس. في يكون عنده أصحاب بالشغل بس يعني ما أصحاب إنه كل يوم يجوا لعنده على البيت. أنا الله ما طعمني بالصبي، بس طعمني ببنتين بجننوا، بس يعني بحس إنه رح أقضي كل حياتي عم بحميهن من شغلات. لأنه في كتير ولاد وصبيان بهالأيام ما بيعرفوا إنه عيب إنه تحط إيدك على مرة، عيب إنه تلعب بمشاعر البنت، والبنت منا عبيدة عندك. عندك صبيان ولا مثلي بس بنات؟